ثانية مثل ما ذكر كابتن وائل، يعني الجزائر، زامبيا، الكاميرون، نيجيريا للأسف الشديد أحد كبار القارة الأفريقية لن يكون متواجد في المونديال في هذه المرة. مجموعة حديدية كما سميتها نزار أو مجموعة الموت، ولكن هناك ملاحظة، التصفيات ليست تصفيات مباشرة مثلا بين غانا ومصر مثلا في المجموعة الخامسة. من يتحصل على رصيد أكبر من النقاط هو الذي سيتأهل، وبالتالي لابد من أخذ كل المباريات بالأهمية القصوى وأخذها بعين الاعتبار. هذا هو المهم. بالنسبة إلى المجموعة الثانية ضم المنتخب الجزائري أفضل منتخب أفريقي حاليا، لديه عناصر ممتازة جدا وعناصر قادرة على اللعب في أعطى وأقوى الأندية الأوروبية، ولكن بشرط لا بد من الإعداد الجيد والتحضير الجيد للمنتخب الجزائري، لأنه من حق الشعب الجزائري حاليا أن يطالب بتواجد هذا المنتخب في كأس العالم مرة أخرى ومرات أخرى. لماذا؟ لأنه هذا الجيل الذهبي للمنتخب الجزائري أو لكرة القدم الجزائرية. المهمة ليست سهلة باعتبار أنها مجموعة حديدية. عندما نتكلم على هذه المجموعة في ربما ثلاثة منتخبات شاركت في نهاية كأس العالم، والأربعة منتخبات شاركت في نهاية كأس أفريقيا، يعني زامبيا متحصلة على كأس أفريقيا، الجزائر كذلك الحال بالنسبة لكاميرون ونيجيريا. خبرة كبيرة في هذه المجموعة، وهي مجموعة حديدية بالتمام والكمال. لابد مباريات كل قمم هي يعني كلها قمم وكلها مباريات لا يمكن التكهن بنتائجها، وبالتالي حسن الاستعداد خلال هذه المجموعة، مجموعة حديدية وصعبة جدا، ولكني بطبيعة الحال أرشح المنتخب الجزائري كأبرز منتخب على هذه المجموعة. هذا ما نتمناه بطبيعة الحال، ولكن لا بد من الإعداد الجيد. مجموعة. طيب سنمر بالتسلسل الآن من المجموعة الأولى للمجموعة الثانية، نعيد الحديث دائما الحديث عن المجموعة الثانية، مجموعة الموت، منتخب الجزائر، زامبيا، كاميروني، نيجيريا. الآن تعتقد المنتخب الجزائري الآن سنرى القوة الحقيقية لهذا المنتخب الذي نوعا ما في التصفيات الماضية كانت هناك ربما منتخبات لم تكن بذات المستوى الذي يواجهه الليل والنهار ما بين ما حصل عليه كمجموعة في التصفيات الإفريقية وما يحصل عليه الآن. يتواجد معه منتخبان دائم الحضور تقريبا في كأس العالم، نيجيريا، الكاميرون. صحيح كان نزول في مستوى ونزول حاد يبدو في مستوى نيجيريا بعد أن أحرزت كأس إفريقيا، رأينا كيف غابت وكيف تأثرت. لكن أعود وأقول أن المنتخبات الإفريقية الكبرى تركز لا حتى على الاتحادات المحلية، تعتبر أن المشاركة في كأس العالم أمر ضروري، يعني هناك ما يسمى بحالة طوارئ، لأنه الجميع يرغب في التواجد للاستفادة المالية، وأيضا بالنسبة للاعبين لأن السوق سوق كبرى. فلذلك الجزائر في مجموعة صعبة. نيجيريا صحيح نزل مستوى لكن قادر على الرجوع. الكاميرون نفس الشيء. منتخب كاميروني متألق في مباراة الودية أمام فرنسا الأخيرة في التحضيرية، لكن في التصفيات كان أداؤه متوسطا. زامبيا هي النسخة ما قبل الأخيرة، لكن كما أشرت فهذه فرصة للمجموعة الرائعة التي يتوفر عليها المنتخب الجزائري. فقط عليهم الآن البحث عن مدرب، وهذا الأمر هذا بالفعل، وحتى أنه قيل أنه هذا الأمر مرتبط بنوعية المجموعة وبنوعية المنتخبات. إنما أعتبر أنه شيء جيد لو يعني تأخذ ورقة الوصول إلى روسيا بالنسبة للمنتخب الجزائري. لماذا؟ لأن قبل الذهاب إلى كأس العالم هذا ما أتمناه للمنتخب الجزائري هي أنها ستكون لاعبة مباريات قوية وستتوجه لمباراة وهي مستعدة. إذن هذه مجموعة صعبة لكن ممكن أن تكون مفيدة للمنتخب الجزائري في حال التأهل. والتسريبات تقول أن المدرب الجديد الذي ربما قد يشرف على مقاليد الخضر سيكون فتح تيرين. بعض التسريبات تقول هكذا، يعني مجرد أن ينهي التزامه مع منتخب تركيا في اليورو سيبدأ في الإشراف على المنتخب الجزائري. مجرد تسريبات وأقاويل، يعني هذه المجموعة تتطلب مدرب عالمي على صعيد عالمي. أتمنى ذلك أن فتيح تريمي يقود الخضر خلال هذه التصفيات لما لديه من خبرة كبيرة وإنجازات كثيرة وأفكار مدروسة لاحظنا ذلك من خلال كامل مسيرته إلى حد الآن. عندما تجد مجموعة التي تتوفر في المنتخب الجزائري من لاعبين مميزين بصراحة على المستوى الدفاعي في وسط الملعب في الهجوم، مجموعة متكاملة تتكون من تقريبا من 35 لاعب متقاربين في المستوى مع النجوم العالمية. أكثر من هذا المنتخب الجزائري أجواءه ممتازة جدا، وهذا ما جعل المنتخب الجزائري في السنوات الأخيرة يعرف طفرة على مستوى الأداء، لأنه المجموعة متماسكة ومجموعة قوية
قوية جدا خلال ال4 سنوات الأخيرة، وعمل الاتحاد الجزائري لكرة القدم لقدوة روعة على مستوى التنظيم كذا في الهيكلة هو عمل مهم جدا. هناك تطور كبير لكرة القدم الجزائرية، المجموعة حديدية بصراحة نتكلم بواقعية وبوضوح، والحظوظ متساوية بين كل المنتخبات، الأفضلية نوعا ما للمنتخب الجزائري بشرط أن يحسن التعامل خاصة مع المباريات الأولى، المباراة رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 حصد أكثر ما يمكن من النقاط، لأنه على المستوى النقطي على المستوى المعنوي هذا مهم جدا. في كل الحالات نتمنى كل الخير لكل المنتخبات العربية، وأتمنى أن نشاهد المنتخبات الكل متواجدة في نهاية كأس العالم. نعم. طيب نمر الحديث عن المجموعة المغربية قبل أن أعيد الكلمة للكابتن محمد. ربما الكوت ديفوار، مالي، الجابون، المغرب. كابتن محمد قال ربما فقط سيكون حوار ثنائي مع الكوت ديفوار بطل أفريقيا، والنقطة الإيجابية أن هيرفي رونار مدرب المغرب الحالي يعرف جيدا الكوت ديفوار. هذا مؤشر طيب بالنسبة للمنتخب المغربي، أن المغرب بصراحة خلال 30 أو 40 سنة الأخيرة دائما ما تتوفر على لاعبين مميزين جدا على المستوى الفردي، ربما على الصعيد العربي أكثر لاعبين مهاريين يكون موجودين، مهاريين ممتازين سواء على منتخبات الشبان أو المنتخب الأول، مهارة عالية جدا، ولكن الفرديات لا تكفي في كرة القدم الجماعية والروح القتالية وروح المسؤولية فوق الملعب، لابد أن تتوفر في المنتخب المغربي، لابد أن يلعب المنتخب المغربي بعقلية المجموعة وليس بعقلية الفردية. لاحظنا ذلك خلال كل مباريات المنتخب المغربي، يسيطر، يمتعنا كرة قدمه، في النهاية يخسر أو يتعادل ولا يذهب إلى كأس العالم. المغرب غائب على كأس العالم من 98 من منتخب من مونديال فرنسا، وهذا الأمر لا يتماشى مع إمكانيات المغرب. إذن هي فرصة كبيرة. صحيح أن المجموعة ليست بالمجموعة السهلة، عندما نتكلم على الكوت ديفوار مثلا هو منتخب عملاق وكبير جدا، ولكن المغرب قادر على حسن التعامل مع مجريات هذا اللقاء. قلت المواجهات ليست مباشرة، ليست مواجهة مباشرة بين المغرب والكوت ديفوار فقط، لا بالعكس، هي مواجهات بين 4 منتخبات. لابد على المنتخب المغربي أن يحصد كل النقاط على ملعبه، وأتحدث أنا على كل النقاط ولا يفرط في نقطة واحدة فقط، وأن يجلب نقاط من خارج ملعبه وهو قادر على ذلك. المجموعة قوية. المنتخب مثلا المنتخب المالي منتخب يعج بالفرديات ولديه إمكانيات كبيرة جدا، وخاصة المنتخب الجابوني الذي من يقول الجابون يقول أوباميانغ وغيرهم لاعبين بكرة قدم ممتازة جدا، ومنتخب متطور بشكل كبير، وبالتالي المهمة ليست سهلة، ولكن المغرب قادر على تجاوز كل الصعوبات والذهاب إلى روسيا. كابتن محمد أعطي لك الكرة التي أعطاها إياك يا كابتن سمير. فعلا أنه نقطة مهمة تخص هذه المجموعة بالنسبة للمغرب، وهي أنه يواجه منتخبات قوية على صعيد جبهة الهجوم. نتكلم عن المنتخب الكوت ديفوار، إذا جيرفينيو يعني ويلفريد بوني غراديل بومبيا، أزمة كبيرة على خصوصا خط الهجوم. حين نتوجه أيضا إلى المنتخب أشرت قليل إلى أوباميانغ، هناك أيضا إيفونا الذي يعرفنا ونعرفه جيدا، أيضا المنتخب المالي أيضا لديه خبرة. بالنسبة إذا لهذه المجموعة كما أشرنا، معرفة المدرب هيرفي رونار قد تكون مفيدة، وإن كانت كل المنتخبات الآن في العصر الحالي يعني أصبحت كلها مكشوفة بشكل كبير، إنما الآن ما أرغب أن أقوم به بمجرد الخروج من هنا، وهي إن شاء الله أعرف البرمجة كيف تكون والجدول كيف سيكون، لأن أهمية المباريات متى سوف تواجه المنتخب الكوت ديفوار، هل هو الأول، المباراة الأولى هل في ملعبك، المباراة الأخيرة كيف، يعني تعرف كيف. ربما ما قيل في الأول المنتخب المغربي سيواجه المنتخب الثاني في التصنيف، الكوت ديفوار تواجه المنتخب الرابع، لكن بعد ما تم نشر الأرقام ربما الأمور تغير، لكن في الأول قيل رأس المجموعة يقابل الأخير، والثاني والثالث يتواجهان في افتتاح. سيكون ضد مالي على ما تصور، يعني بداية ستكون يفترض ضد مالي، لكن سيتأكد هذا الأمر فيما إذا لدينا جيل جيد. السؤال الكبير، هذا الجيل نتكلم على طنان وبوفال وزياش والمجموعة مؤطرة بالعميد بن عطية والعربي ويعني والمرابط أيضا، هذه مجموعة يعني أتمنى أن تتحدى الصعاب، أتمنى وهي التي تكونت في أوروبا أن تواجه الحقيقة الإفريقية المختلفة وتستطيع أن تمنح المغرب شرف الحضور في روسيا. طيب المجموعة الرابعة، السنغال، الرأس الأخضر، بوركينا فاسو، جنوب أفريقيا. يعني السنغال من المنتخبات القوية ومجموعته سهلة نوعا ما مقارنة ربما ببقية المنتخبات في المجموعات الثانية. المجموعة الرابعة مجموعة السنغال في المتناول، في متناول المنتخب السنغالي لما أظهره خلال سنة أو سنتين الأخيرتين
من تطور كبير على المستوى ومن لاعبين مميزين. المنتخب السنغالي يتطور بشكل سريع وكبير، ولكن وجب الانتباه. نتكلم على منتخب الرأس الأخضر. المنتخب هذا أزعج كثيرا عدد كبير من المنتخبات حاليا، وكرة القدم في الرأس الأخضر تتطور بشكل سريع وكبير جدا، وبالتالي يجب الانتباه من هذا المنتخب. جنوب افريقيا رغم الهنات ورغم المردود ربما المتذبذب بين الطيب وبين الضعيف، منتخب جنوب افريقيا يبقى دائما منتخب وجب احترامه ويجب حسن التعامل معه. من الحظ الذي يلاقي جنوب افريقيا سيجد ملعب ممتاز جدا او ملاعب ممتازه جدا في جنوب افريقيا وقادر على اللعب في هذا البلد، ولكن هناك تراجع نوعا ما على مستوى المردود لجنوب افريقيا، وقادر المنتخب السنغالي على تجاوز هذا المنتخب. بوركينا فاسو منتخب القوه ومنتخب اللياقه البدنيه والثنائيات، ومنتخب خاصه صعب المراس على ملعبه منذ فتره لم يخسر، وهو فريق صعب المراس خاصه كل ما يلعب على ملعبه، فبالتالي السنغال هو الافضل هذا مؤكد، ولكن السنغال ليست مهمته سهله كما نعتقد، ولكن مهمه صعبه نظرا لتواجد منتخبات ممتازه ونظرا كذلك لان كل المباريات ستكون المستويات متقاربه. اذا السنغال عن هذه المجموعه. نعم كابتن محمد، ناتي للمجموعه الاخيره، مجموعه غانا، مصر، الكونغو، اوغندا، وكأننا الآن مباراة ذهاب وإياب بين مصر وغانا ستحسم الأمور. بالفعل هذا الذي يبدو بدون إهمال، يعني الانتباه والحذر من المنتخب الكونغو. رأيناه في مباراة ودية مع المنتخب المغربي، منتخب لا بأس به. بالنسبة لأوغندا فهو يعتبر من المنتخبات المتطورة في الفترة الأخيرة، وعلى تواجده الآن في هذه القرعة هو دليل أن هناك تطور. لكن هي مواجهة ما بين غانا ومصر، يعني تاريخيا هناك لحظات تفوق للكرة المصرية وهناك لحظات تفوق للكرة الغانية، لكن على مصر ان تحتاط. ايضا قبل قليل كنت اتكلم على صعيد جبهه الهجوم، فايضا لدينا مجموعه كبيره من اللاعبين متميزين في غانا، على ابرزهم ابناء ابي دي بوري، يعني ايو الاثنين اندري واخوه. ايضا عندك اللاعب المتميز جايان. اذا سنتابع على الخصوص هذا الصراع الثنائي، وكما اشرت مع الاحتياط من المنتخبات الاخرى التي قد تزعج احد المنتخبين. طيب كلمة أخيرة حول هذه المجموعة كابتن سمير، تريد التعقيب عنها؟ مباراة المجموعة الخامسة. المجموعة الخامسة صحيح أن التنافس سيكون ثنائي بين مصر وغانا، لكن بشرط أن يحصد المنتخب المصري 12 نقطة أمام أوغندا ذهاب وعودة وأمام كونغو ذهاب وعودة. هذا المطلوب. هل قادر المنتخب المصري على الحصول على 12 نقطة؟ إن شاء الله، هذا ما نتمنى. هذا هو السؤال. ليست المواجهة حاسمة بين غانا، ولكن ومن يضمن كذلك أن غانا ستتحصل على 12 نقطة في المواجهتين قبل ملاقاة المنتخب المصري. هنا السؤال الرئيسي. إذا على المنتخب المصري، وأتمنى ذلك، حصد أكثر ما يمكن من النقاط أمام المنافسين، أمام أوغندا وأمام الكونغو، ثم حسن التعامل خاصة مع مباراة غانا خارج مصر، ثم الانتصار ولا شيء غير الانتصار في مصر. وبالتالي المنتخب المصري بهذا الجيل الذهبي المميز جدا بالفريق الذي شفته المنتخب المصري المتطور كذلك قادر على إزاحة غانا والذهاب إلى كأس العالم. وهذا ما نتمنى. إذا نتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربية. أشكر الكابتن سمير